السلام على رسول الله. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بما ان المدارس على الابواب هنعمل مع بعض شويه قرص كده طريين ونحشيهم بالجبنه مع بعض ان شاء الله، عشان ايه تبقى سندوتشات منها فيها كده. مع بعض كيلو دقيق جميع الاستخدامات، عندك هيمشي كوبايه سمنه، كوبايه زبادي كبيره اهي. لو بالكوبايه دي هتعمل كوبايه ونص، لو بمج الشاي العادي ده هتعمل كوبايه ونص. كوبايه ميه دي عشان ندوب فيها بس الخميره والسكر، قطعة خميرة بيرة أو لو عندك خمادي، رشة فانيليا، ومعلقة بيكنج باودر، وكوباية لبن صغيرة كده بس عشان أنا مدفيها. نبدأ كده مع بعض. بسم الله. بسم الله. بسم الله. قلبت كده الدقيق مع البيكنج باودر كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية سمسم كده حلوين، خلي شوية للوش. الفانيليا بتاعتي برضه كده. نسيب كوباية السمنة بتاعتي، زبدة على زيت. لو عايزة تعملي زيت لوحدها ماشي، لو عايزة تعملي سمنة لوحدها ماشي، لو عايزة تعملي زبدة لوحدها ماشي، بس لو الزيت لوحده هتطلع القرص ناشفة منك شوية، فخلي نصها كده ونصها كده زي ما انا عاملة كده. نبدأ كده ايه نقلب مع بعض. بس يا حبايبي نبس العجينة كده زي كأنك بتعملي شوية كسكسي كده أو مفروم. خلي كل الدقيق كده يختلط مع بعضه بالسمنة. هننزل كده كوباية الزبادي بتاعتي، كده بشوية المية دي. حبة السكر دول كده. شوف حطيت علبة الزبادي وكوباية اللبن. بسم الله. هننزل بالخميرة بتاعتي اهي. بسم الله. بس حبايبي المقادير على قد الكيلو دي بالسنتي اهي. بسم الله ما شاء الله عليه. العجينة بسم الله ما شاء الله ملبن اهي. ما تنسوش بقى لو وصلتوا معايا المقطع ده ما تنسوش تعملي لايك 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 كتير. بص انا حطيت شويه الملح على فكره، كنت حطاهم في اللبن عشان انا نسيت، اهم شيء الملح. بس حبايبي لفتين اتنين كده بس جنب العجينه هتلاقيها ايه لمت معاكي. كده بس نغطيها ونسيبها ان شاء الله، مش هتكمل معانا ربع ساعه عشان احنا حاطين حته خميره حلوه وبيكنج باودر. نشوفكم ان شاء الله بعد ما تخمر. حبايبي العجينه اهي اتخمرت معايا بسم الله زي الفل اهي. مع بعض قطعي الكرة بقى، بص بالحجم اللي يريحك، عايزاه كبيرة عايزاه وسط عايزاه صغيرة. انا بحب دايما كده الحجم الصغنون اللي على السنة قد البيضة. لما تنتفخ في الفرن مع الحشو بتاعها تبقى شبه الرغيف الكايزر كده. بص يا حبايبي
بسم الله ما شاء الله. كمية لا بأس بها من الكيلو اهو، لسه في حتة كمان معايا اهي. تمام، ما تنسوش اللايك بقى. بصوا بسم الله ما شاء الله، من كيلو لسه فاضل كمان بتاع 6 7 وحدات اهو. بس لازم تغطيها كده على طول عشان الهواء ما يشرفهاش، والحر برضه بيشرفها. هترتاح بس 10 دقايق قبل ما نحضر الحشوة، ونرجع ايه نشوف هنعمل ايه مع بعض. بس حبايبي هنبدأ نحشي مع بعض. القرص ارتفعت خلاص اهي، مش هتحط على الوش، هتجيبي من تحت. الحشوة اللي انتوا عايزاها برضه. بصوا بقى، حاطة هنا جبنة تركي مبشورة على جبنة فيتا. عندك تركي لوحده ماشي، او رومي زي ما بتسموها عندكم، او فيتا لوحدها، او جبنة فلاحي بالزعتر، او اسمه ايه ده، عجوة. الحشوة اللي تريحك اشتغلي بيها. بس اهو. كده عشان ايه ما تفتحش منك، هي شوية كده ايه هتلاقيها لمت لوحدها تاني. من تحت على ظهرها. نحط الحشوة كده في النص. طفي معاك. قفلي كده زي القطايف، وترجعي كده تاني كأنك بتخيطيها كده، وترجعي كشكشي بقى، لميها كلها تاني بالشكل ده. نبدأ بقى ايه نبطط في الصينية اللي انا خلصتهم دول. انا خلصت كل الكمية دي. ندخل ده كده على ده. بص في الصينية بتاعتي كده. بسم الله. بالشكل ده. بسم الله. ما تنشفش منك في الفرن عشان الحشوة كمان تبقى باينة في وسطها كده لما تستوي. بس مكان كده اهو. حبايبي تبقى بالشكل الرائع ده. متنسوش بقى اللايك لايك 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 كتير، ونغطيها ونرجع نخلص الكمية كلها ونلتقي مع بعض واحنا بنحطها في الفرن ان شاء الله. بس كده كل الكمية اهي. دول بس السادة، للي مش بيحب ياكل جبن. في ناس ما بتحبش الجبن، ممكن بقى تحط على وشها كده شوية سمسم صغيرين كده لو حابة برضه، عشان تبقى شبه الايه السندوتشات العيش الكايزر. بس بيدي طعم وشكل وريحة، نخلي ريحة القرصة جميلة كده مع الخميرة والفانيليا والسمسم، بتبقى ريحتها تحفة. هنسيبهم بقى بمقدار بالظبط كده 10 دقايق عشان الدنيا حر. طبعا مولعين الفرن بتاعنا، ونلتقي واحنا بنخبز ان شاء الله. بص القرصة بسم الله ما شاء الله رفعت اهي. شايفة قبت لفوق كده يعني رفعت. وهنا برضو نفس القصة اهي. هنخبز. طبعا انا مولعة الفرن بقالي نص ساعة على اعلى درجة عندك 200 اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان القرص بتحب النار العالية، متحبش النار الهادية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبها ربع ساعة ونبص عليها مع بعض. لسه طالعة والله حالا، سخنة نار. بسم الله ما شاء الله. بص اللون، بص والله عيش كايزر. إسراء بتقول اهوتي مش قرص. احنا هنعمل ايه، احنا هنغطيها 10 دقايق بس بالفوطة دي،
عشان ما تنشفش، ونوريها لكم لما نخلص كل الكمية. ايه رأيكم بقى في الطعام والحلاوة دي؟ بسم الله ما شاء الله تحفة. بس لازم تغطيها شوية كده عشان ايه ما تنشفش معاكي. بص الجمال، بسم الله ما شاء الله. مفيش احلى من كده، سندوتشات جاهزة تحفة تحفة تحفة. ريحتها وشكلها ولونها وكلها، والطراوة والحلاوة مش عارفة نوصف لكم، والجمال والحشو كلها تحفة. يلا بقى، لو عجبكم الطريقة بتاعتي او عجبتكم وصفتي ديت، متنسوش تعملوا لايك وشير، واللي مشتركش في قناتي يشترك في قناتي ويشترك الفيديو، ونلتقي على خير في فيديو اخر ان شاء الله.